السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو هادي. اليوم غنوجد معكم الشوربة الآسيوية بطريقة سهلة وكتجي لذيذة بزاف وسهلة وبدون أي إضافات، يعني فيها غير حويجات الخضروات وداكشي. كتجي لذيذة بزاف الصراحة. أنا في النهار الأول ما كنتش كنزعم عليها، حتى كليتها عاد وليت كنزعم عليها باش نديرها. الصراحة المذاق ديالها كيجي واعر ولذيذة بزاف، غير جربوها راه ما غتندموش عليها. كيف ما كتشاهدوا فهي كتجي واعرة، والمذاق ما نقول لكمش على الريحة ديالها صراحة زوينة، كلشي كتعجبو. وهنايا فانا ندوزو لطريقه التحضير والمكونات، وما تنسونيش بلي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب ديالكم والاصدقاء. وهنايا خدينا لي كروفيت درناهم في الماء باش يطلقوا لينا ديك البنه ديالهم. وهنا عندنا الكالامار، يعني على قد نتوما، على قد داكشي المستطاع تقدروا ديروا غير 200 غرام ديال الكالامار، 200 غرام ديال الكروفيت. وهنا عندي واحد زروديه، واحد بطاطا، واحد فلفله، وبصله اللي وجدتها باش نحكها، وشويه ديال القرعه الخضراء. غنحك كلشي في الحكاكه. هنا كيف ما كتلاحظوا حكيت البصله، حكيت البطاطا، حكيت القرعه الخضراء، وحكيت حتى الزروديه. وهنا غنضيف سكينجبير طري او الزنجبيل. هنا الكروفيت ديالي من بعد ما بدات في الغليان غنطفي عليها ونخليها على جنب حتى نشحر مزيان. هادشي ضفت شويه ديال زيت الزيتون كيف ما كتلاحظوا، ضفت معلقه، غير تمحى ليا داك الفيديو نصحاب ليا كنصور حتى لقيت راسي ما كنصورش. وضفت واحد الضامه ديال البنه ومعلقه صغيره ديال الملحه. درت ضامه البنه ديال الحوت كيف ما كتلاحظوا. هنا فغنشحرهم شويه حتى يترخاو مزيان. هنا فالمعلقه ديال الملحه. انا فغير قبلوا على التصوير حيت كنصور بيد وحده وكنخدم في نفس اللحظه. وهنا فالكروفيت من بعد ما طفيت عليهم غنصفي الماء ديالهم، حيت هو فيه فاش كيكون فيه واحد المذاق لذيذ بزاف والريحه ديال الحوت. هنا من بعد ما داكشي صافي راه طاح، نزيد عليه الشامبينيون. الا عندكم الطري فهو احسن، انا درت غير معلب حيت ما كانش متوفر عندي الطري، وشويه ديال القزبر ومعدنوس غير نسبه قليله. وهنا ديروا 2 معلقات ديال صوص الصوجا. بلا ما ديروا المعلقه الاولى ديال الملحه. وهنا غنصفي الكروفيت ونرجع معكم، وغنزيد الشعريه الصينيه والباقي المكونات. المهم هنا من بعد ما زدت الماء درت ليها المرقه، صفيت الكروفيت وزدت عليها الماء، داك الماء ديال الكروفيت. والكروفيت غادي نقشروه ونخليه حتى تقرب طيب عاد نزيدو. هنا زدت الكالامار باش يطيب معاها. وهنا غنزيد 2 ديال الشعريه الصينيه، 2 طريفات. غنخليها طيب، مره مره غنبقى نحرك. وهنا غنقشر الكروفيت وغنوجدو باش ملي تقرب طيب غنضيفو ديريكتومون. هنا كيف ما كتلاحظوا ملي بدات كتغلي نزيد عليها الكروفيت. هنا قربت توجد حيت ما كتاخدش بزاف ديال الوقت كيف ما قلت لكم.
بين توجد كل شيء راه يلا غتاخد لكم شي ربع ساعة هكاك. ومن ناحية التوابل فما كنحتاجوش التوابل، غير داك السكينجبير وداك الحوت كيعطيها واحد التنسيمه زوينه، وديك صوص الصوجا، وحتى الكنور ديال سميتو ديال الحوت حتى هو كيعطيها مذاق لذيذ. فوالا فهنايا غنطفي عليها، فوالا هذا هو الطبق النهائي. صافي من بعد ما طفيت عليها عمرت باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي، فهي كتجي رائعه وكتجي لذيذه بزاف، غير زعموا عليها. انا متاكده ملي غتجربوها راه تعجبكم وغتشكروني عليها. فهي صحيه وكتوجد في وقت قصير في هذا البرد هذا ورمضان ولما لا. انا كيعجبوني في بحال هاد الشوربات هادو في رمضان، صحيين واقتصاديين حتى هما حيت دغيا كيوجدوا في نفس الشيء. الواحد كياكل خضار حتى الدراري الصغار ما كيحسوش بها. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، ما تنسونيش بلي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء، ودمتم في رعاية الله وحفظه، الى فيديو قادم ان شاء الله.